الاهلي طبعا معانا في حراسه المرمى شوبير. انا اتمنى شوبير، محمد الشناوي حارس كبير، حارس عظيم، بس يعني انا شايف ان هو من وقت حق شوبير ياخد حقه. الشناوي كبير وعمل كتير، اسم كبير للاهلي ولمصر، بس انا شايف شوبير ياخد حقه الفتره دي. شوبير في الماتشات الوديه، انا تابعت اغلب الماتشات الوديه اللي كانت مذاعه في 3 4 ماتشات او 3 او ماتشين ما تذاعوش، بس كنا بنسمع اخبار ان هم اللي هو شوبير كان عامل اداء. شوبير حقه الصراحه هيلعب دلوقتي. طيب معانا في الدفاع معانا باك يمين، انا شايف محمد هاني، وهيبقى بديله عمر كمال. الراجل برضه من اللي انا شايفه من ريبيرو اللي هو معتمد على 2 في مركز الباك ليفت و2 في مركز الباك رايت. الاثنين اللي في الباك ليفت كريم فؤاد ومحمد شكري، وبالنسبه للباك اليمين محمد هاني وعمر كمال. بس انا بالنسبه لي محمد هاني هيلعب باك يمين، وبالنسبه لي كريم فؤاد يلعب باك شمال. انا شايف ان كريم فؤاد بسم الله ما شاء الله عليه رجع من الاصابه، بسم الله ما شاء الله فورمه. يعني حاسس ان هو جعان كوره عايز يقدم كل حاجه. محمد شكري لعيب كبير برضه، بس انا شايف ان هو لسه ما اثبتش نفسه. طبعا مش هقدر احكم عليه دلوقتي لان احنا لسه ما شفناهوش في ماتشات رسميه، وطبعا ده اللي هنشوفه قدام يعني. بس انا شايف ان يبقى يمين هاني، شمال كريم فؤاد. الاثنين اللي في خط الدفاع اللي في القلوب انا شايف بيكهام وياسين مرعي. الاثنين دول بيلعبوا بالكوره كويسين جدا. ريبيرو من نوع المدربين اللي بيحب يلعب من ورا، بيحب يبدا الهجمه بتاعته من ورا. وكمان حته شوبير، مصطفى شوبير، هو برضه محتاجه في الجون عشان كده، عشان بيباصي ويلعب. فانا شايف ان دي افضل تشكيله من حد خط النص، قصدي من خط الحارس لحد الدفاع. برضه ياسر ابراهيم هينفعنا جدا في ماتشات كتير. ياسر ابراهيم بالنسبه لي قوه ورجوله، لكن انت في الماتشات اللي هتحتاج ان انت تلعب من تحت هتحتاج بيكهام وياسين مرعي. طيب بالنسبه لخط النص، وده انا شايف اليو ديانج لازم يكون موجود جنبه بن رمضان، جنبهم احمد رضا. انا شايف ان قفشه يعني مستواه مش احسن حاجه الفتره الاخيره، ولكن انا شايفه هو كاحتياطي احسن افضل. يعني شايف ان قفشه احتياطي لما بينزل احتياطي بيبقى مؤثر اكتر، على عكس ما يبدا بدري. فشايف ان يبقى التشكيله بتاعت خط النص ديانج مركز 6، احمد رضا مركز 8، وقدامهم بن رمضان. شمال تريزيجيه، يمين زيزو، هجوم وشريف وجراديشار. هما الاثنين هيتنافسوا مع بعض كتير قوي. نفس الكلام على تريزيجيه وبن شرقي، الاثنين دول هيتنافسوا مع بعض قوي. بس انا شايف برضه من وجهه نظري ان بن شرقي مفيد اكتر